موقفنا كثوار، موقفنا ثابت. لكن ده الحرب الحالية، حرب الجنرالات اللي قاعد تحصل دي، الحلول فيها واضحة. وأنا بقول لكم يا كل من هنا الرسالة لكل قوات الشعب المسلح، لكل الأشراف، ضباط وضباط صف وجنود في داخل القوات المسلحة. الكلام ده واضح والكلام بقى حامي. الشغلة دي بقت ما فوق زي ما بقول تلوين. الشغل ده واضح تماما. رسالتنا لكل الأشراف في داخل القوات المسلحة، لكل الأشراف، موقفنا كثوار من هذه الميليشيات الجنجوية تنحل. لكن في جزئية مهمة لازم تعرفوها، في جزئية مهمة لازم تداركوها. أعلموا تماما بعد الاستيلاء على هذه الميليشيات، بعد الاستيلاء على هذه الميليشيات وبعد حل هذه الميليشيات، يا أشراف القوات المسلحة، جنود وضباط صف، دي رسالتنا لكم عشان ما تتخطوا في مازق، عشان ما يعودوا الكيزان من أول وجديد. أول مهمة لكم بعد إنكم تقضوا، بعد إنكم تقدروا تسيطروا على كل الميليشيات الموجودة دي، يجب عليكم إنكم تمسكوا البرهان. ده نقطة أولى. يجب عليكم إنكم لجنة البشير الأمنية، كل لجنة البشير الأمنية اللي عرصها برهان وحميدتي وكباشي والعطف وكلهم يجب عليكم أوائل الناس بعد هذه الحرب. ومنتصرين دي ما دار لا 2 3، منتصرين دي ما دار لا 2 3، منتصرين رغم اختلاف كمية من أبناء وبنات الشعب السوداني. لكن حيظل الجيش ده، أنا قلت الكلام ده، لو بقت المؤسسة العسكرية القوات المسلحة لو فيها فقط 10 أنفار حتظل هي قوات الشعب المسلح ولا مزايد عليها. لكن القيادة بتاعتها هي سبب كل البلاوي قاعد تحصل على مستوى الدولة السودانية. منو اللي بيستنكر إنها هي صنعت هذه الميليشيات بقيادة هذا البشير القاعد جوا السجن وبعلي كرتي وبغيرهم من الكتار جدا الآن الموجودين؟ الصنع هذه الميليشيات منو؟ بواسطة هذه القوات المسلحة. صنعت بواسطة الميليشيات، صنعت الميليشيات دي بواسطة القوات المسلحة، بواسطة هذا البشير الآن قاعد جوا السجن. صنعت ولا ما صنعت؟ هي السبب الرئيسي لكل الدمار اللي قاعد يحصل، رغم الجيل قاعد يحصل ده. لكن نحن حتظل هي قواتنا المسلحة ولا مزايد على. قلت لكم لو في 10 أنفار أشراف في داخل القوات المسلحة دي، المؤسسة العسكرية دي، لو فيها 10 ولو فيها بس الحائط بتاع ده، حتظل هي قوات الشعب المسلح ولا مزايد عليها، ولا مزايد عليها. لكن رسائلنا المهمة شديد، واللي لازم تتعرف، واللي لازم تتقري لكل ضباط وضباط صف وجنود أحرار. الشعب السوداني ده كله معاكم، كله معاكم في الحق، معاكم في كل شيء، معاكم. الشعب السوداني معاكم. اسمعوا الكلام ده كويس.